قام الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان بمقابلة عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين رحبوا بزيارة سيادته وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية. تحيا مصر يا شباب، تحيا مصر، تحيا مصر شعبا وجيشا ورئيسا والقوات المسلحة المصرية. يعيش الرئيس السيسي، تحيا القوات المسلحة المصرية، يحيا الشعب العربي، يحيا مصر العروبة. قام الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان بمقابلة عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين رحبوا بزيارة سيادته وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية. تحيا مصر يا شباب، تحيا مصر، تحيا مصر شعبا وجيشا ورئيسا والقوات المسلحة المصرية. يعيش الرئيس السيسي، تحيا القوات المسلحة المصرية، يحيا الشعب العربي، يحيا مصر العروبة. تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة. وقد أجريت للفريق محمود حجازي مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعقبها لقاء مع المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية. حضره عدد من كبار القادة من الجانبين، حيث قدم رئيس الأركان التهنئة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة الكرامة. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين الحدود، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين. وأكد الفريق حجازي على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الأشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية على الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. من جانبه ثمن المشير خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات. وفي ختام الزيارة قام الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان بمقابلة عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين رحبوا بزيارة سيادته وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية. تحيا مصر يا شباب، تحيا مصر، تحيا مصر شعبا وجيشا ورئيسا والقوات المسلحة المصرية. يعيش الرئيس السيسي، تحيا القوات المسلحة المصرية، يحيا الشعب العربي، يحيا مصر العروبة. تأتي الزيارة استمرارا لجهود مصر الداعمة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، واستكمالا للدور المصري في إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية تقوم على توافق ليبي حتى تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن.